في فيديو جديد من اولى حلقات الاوبجكت اورينتال بروجرامنج، واللي هو اختصارا ليها الاو او بي. يعني ايه او او بي؟ يعني بالظبط كده، تخيل معايا ان انت شغال في مصنع، والمصنع ده كل يوم مثلا بيعمل 100 ازازة علشان يحط فيها العصير. تمام، تخيل انت القالب اللي بيعمل الازازة ده كل ما يعمل ازازة تمسك القالب ده ترميه وتجيب قالب جديد عشان يطلع لك نفس الشكل. طب ليه؟ طب ما هو قالب واحد هيطلع لك كل الازايز دي. ده بالظبط اللي بيحصل معانا في البرمجة. ان انت مثلا عايز تعمل، هو عندك كلاس ده بيشيل string وبيشيل مثلا انتجر. تخيل ان انت في كل مرة او في كل سكرين عايز تستخدم الاسم والنيم ده، فهتروح في كل سكرين هتعرف ان عندك string بكذا ونيم او مثلا انتجر بكذا، وكل واحد كل شوية هياخد قيمة. طب ليه؟ طب ما انا ممكن اعمل كلاس بيضم السترنج والنيم ده، وهو اوتوماتيك انا هقدر اقول له والله ان انت عندك النيم ده بيساوي كده كذا، والايدج ده بيساوي كذا على طول، بدل ما اروح اتعرف فاريبل باسمه والجديد بانتجر جديد. ليه؟ تعال مع بعض نشوف شرح عملي كده. ان هو مثلا هتقول له هنا ان انت عندك كلاس هنسميه وليكن من نوع بيرسون. البيرسون ده بيضم مثلا السترنج وليكن من نوع نيم، فهتقول له مثلا ان هو مثلا زياد. فهتيجي هنا وتقول له ان انت عندي واحد تاني اسمه انتجر من اسمه ايدج بيساوي وليكن مثلا 23. وجيت هنا مثلا قلت له والله ان انت عندك فانكشن void بتقول مثلا ان هي اسمها say hello مثلا. تمام، الفانكشن دي بتبقى وظيفتها ان هي بتعمل بس برنت، ان هو مثلا نعمل برنت للنيم وبرنت للإيدج. تمام. طيب جينا هنا مثلا والله احنا عايزين نستخدم الكلاس ده، فانت لازم تعرفه فوق. فانت هتقول له مثلا والله ان انا عندي البيرسون ان يكون نسميه بي 1 هيساوي الكلاس اللي احنا برضو عملناه. اسف. تمام. طيب هتعرف دلوقتي ان انت لو جيت هنا مثلا قلت له جينا نستخدم مثلا البي 1 دي، فانت عايز تستخدم مثلا والله سي هلو دلوقتي، فانت هتقول دوت سي هلو بس. خلاص، انت كده خلصت. زياد ماي ايج از كذا. طيب انت عايز تغير القيم دي، لو القيم دي اصلا عندك بفاضي كده مثلا، فانت هتيجي هنا مثلا ان انت عايز تستخدمهم خلاص، عايز تدي كل واحده ليها قيمه. فهتقول له والله ان انت عندك البي 1 النيم هيساوي مثلا وليكن برضو زياد. تمام، والبي 1 التانية الايدج دوت الايدج هيساوي مثلا 29. فطبعا كده بس، ده بدل ما انت كل مرة تروح تعرف فاريبل جديد في كل سكرين علشان تعمل داتا مختلفة، فانت ممكن تعمل كلاس وتسهل على نفسك كل الموضوع ده. ده هيديك اولا كلين كود، تسهيل على نفسك قدام لما تيجي تعوز تعدل على المشروع، ما تقعدش تلف اللفة الكبيرة وتخش على كل سكرين علشان تفهم ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. بس ده كان نهاية حلقتنا النهاردة. لو وصلت لهنا تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر اللايك. سلام.